يا أهلا يا أهلا أهلا بيكم في فيديو جديد. في البداية لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. قبل ما أبدأ الفيديو النهاردة أحب أقول لكم إن إحصائيات اليوتيوب بتقول إن 98% بيتفرجوا علينا مش مشتركين في القناة. أنا مش فاهم أنت مش مشترك ليه في القناة؟ يعني الاشتراك ببلاش، يعني زق مع أخوك كده شوية وبتاع، يعني خلي الدنيا تمشي علشان خاطر أقدر أنزل فيديوهات أكتر وأفلام أكتر وأبقى متشجع أكتر. يلا بينا علشان ما أطولش عليكم وندخل في الفيلم على طول. بيبدأ الفيلم النهاردة في تايلاندا مع كام، وبيكون ماسك مسؤول في الدولة والشرطة بتوصله وبتحاول تمنعه من ان هو يقتله، ولكن كام بيذبح المسؤول بالسكينة وبيرميه من فوق مكان عالي. قبل الحادثة ديت بيومين بيكون كام في القرية بتاعته بيعلم بعض من أطفال القرية الحركات بتاعة الفيل، ولكن أهالي الأطفال دول بيجوا يزعقوا لكام ويقولوا له ان هما مش عايزين يشوفوه في القرية تاني، بياخدوا أطفالهم وبيمشوا. بعد كده كام بياخد الفيل وبيروح علشان يأكله، وفي واحد صديقه بيجيله ناس علشان يشتروا منه الفيل وبيكونوا عايزين يستخدموه في الحرب، وبيعرضوا على كام فلوس كتير جدا، لكنه بيرفض ان هو يبيع لهم الفيل. وهما بيكونوا ناس مسالمين شويه مش بيرضوا يتخانقوا معاه، وبيسيبوا له الرقم بتاعهم علشان لو فكر يبيع الفيل يتصل بيهم وبيمشوا. وصاحبه بيلومه جدا لان هو اتعرض عليه فلوس كتير جدا، لو فضل يشتغل طول عمره ما كانش هيعرف يجمعها، ولكن كان مش بيكون همه الفلوس وبيسيبهم يمشوا. من يومين في اشخاص كانوا بيطاردوا فيل لحد الغابه وقتلوه بالرصاص وسرقوا الانياب بتاعته واجزاء تانية من جسمه، ولما بيروح بيلاقي صاحبه اللي سايبه يحمل الفيل بتاعه مضروب وواقع على الارض والفيل بتاعه مش موجود، وبيقول له صاحبه ان في ناس سرقوا الفيل وضربوه، وبيلاقي كام بتاعه على الارض عليه علامه فيل واسم ساتوشي، فبيعرف ان ساتوشي دوت هو اللي سرق الفيل بتاعه. بعد كده بيشوف ساتوشي دوت بيكون بيتكلم واحد اسمه فيني بيقول له ان هو تم تسليم الطرد اللي هو الفيل يعني، فيني بيقول له ان هم مش هيتصلوا ببعض اليومين دول خالص. بعد كده بيوصل كام لبيت ساتوشي وبيدخل البيت وبيدور على ساتوشي، ولكنه لما بيلاقيه بيكون مات، بيكون ساتوشي عمهم، وبيفتكروا ان كام هو اللي قتل عمهم لما بيشوفوه، ولكن كام بيقول لهم ان هو مش اللي قتله، ولكن هم مش بيصدقوه بيطاردوه كمان الشرطه بتوصل البيت وبتطارده بره لحد لما بيلاقي الضابط مارك في وشه، فبيسيبوا الضابط مارك يهرب لان هما بيكونوا يعرفوا بعض من قبل كده من الجزء الاول. بيقول للضباط التانيين ان هو ضربه وهرب، وبعد كده الشرطه بتعرف ان الراجل اتقتل من قاتل محترف عن طريق عدد ضربات بالحديده، وبيقول له الانتربول مهتم بالقضيه ديت وهما بيحققوا فيها. بعد كده بيشوف اتنين من المقاتلين الشرسين بيتدربوا ضد بعض في ساحة قتال بتاعت واحد اسمه ال سي، والمقاتلة اللي بتكسب بيقولها ان هي هتبقى السلاح الجديد بتاعه. وبعدين بنعرف ان الفيل بتاع كام اللي اتسرق لصالح الراجل ال سي. بعد كده بيروح الضابط ماركو وبيتكلم مع كام وبيقول له انت كنت بتعمل ايه في بيت ساتوشي، فبيقول له كام ان هو كان رايح يدور على الفيل بتاعه لانه قبلها بكام يوم كان ساتوشي بيعرض عليه ان هو يشتري الفيل بتاعه، ودلوقتي الفيل اتسرق، فاكيد يعني ساتوشي هو اللي سرقه. وبيقول ان هو يعتبر الفيل دوت بمثابه اخوه الصغير، ولكن الضابط مارك مش بيكون مقتنع بالكلام دوت، وبيقول له ان حاكم اقليم اكاتا جاي علشان يزور تايلاندا بكره، وحصل محاوله لاغتياله قبل كده وهو هنا علشان يحميه، ومش كام يبقى هنا مش بيلحقوا يخلصوا كلامهم، وبيدخل الاتنين البنات قرايب ساتوشي وبيهاجموا كام، ولكن فجاه بيدخل مجموعه من الشباب عصابه يعني مكونه من كذا واحد بالدراجات الناريه وبيطاردوا كام، وبعد مطارده طويله جدا بينهم فوق السطوح بيكون كام متفوق وبيخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني، وبيوصل للمدينة وبيفضل اتنين منهم وراه بيتخلص منهم وبياخد الدراجة النارية علشان يهرب، ولكن بيتفاجئ بعدد كبير جدا من الناس راكبين دراجات نارية وبيطاردوه جوه المدينة، وبيدخل كام لشارع ضيق وبيوقف الدراجة النارية بتاعته بالعرض علشان تسد الشارع محدش يعرف يدخل وراه، ولكنه بيوصل لهم برضه وبيفضلوا يطاردوه في كل جزء من المدينة وكل مكان بيروحوا، وبينضم ليهم كمان عربيات بتطارد كام معاهم، وكان بيركب فوق عربية منهم وبتعدي العربية من تحت مقطورة كبيرة مليانة بنزين، تنفجر المقطورة في الدراجات النارية اللي وراها والعربيات بتخبط في بعض الدراجات اللي فاضلة كمان، فبيقوم كام وبياخد دراجة نارية منهم وبيهرب بسرعة، ولكن بيطلع من وسط الدخان 4 تانيين بدراجات نارية وبيفضلوا ورا كام، وكان بينزل من الدراجة بتاعته على الكوبري وهي ماشية وبيطلع على عربية نقل كبيرة، واحد من اللي راكبين الدراجات النارية بيضرب نار على الكاوتش بتاع العربية فبتعمل حادثة وبتكسر الجدار بتاع الكوبري، وكان بيكون خلاص هيقع من العربية في البحر، ولكن بيكون في حبل شبط في رجله من العربية وبيرميه على الناحية التانية من الكوبري بيركب فيها كام، ولما بيشوفوه بتاع الدراجات بيروحوا عليه، ولكن العربية بتتحرك وبيقعوا هما بالدراجات في البحر، وبيكون كام في العربية اللي اتحركت وهرب منهم. بعد كده بنشوف اللي سي بيكون في ساحة القتال بتاعته مرقم المقاتلين اللي عنده كل واحد برقم، بيقول لهم يجيبوا له الشاب صاحب الفيل اللي هو كام. بعد كده بنشوف عصابة بتخطف الضابط مارك وبتكتفه
وبتبعت رسالة من تليفونه كام ان هو يقابله كمان شوية في مكان بتاع صناعة السفن. ولما بيجي الميعاد بيروح كام علشان يقابل مارك، ولكنه بيتفاجئ ان هو مش موجود، وبيتفاجئ بالعصابة ديت هناك. بعد شوية بتظهر البنتين قرايب ساتوشي لان هم كانوا عايزين كام، لان هم بيكونوا فاكرين ان هو اللي قتل ساتوشي، وبيطاردوا العصابة اللي بتطارده، وبتحصل خناقة بينهم كلهم. وواحدة من البنات بتكون بتتخانق مع واحد من العصابة وبيضربها يوقعها على الارض، والتانية بتتخانق مع كام وهو بيحاول يفهمها ان هو ما قتلش عمها. لما بتشوف الراجل وهو بيضرب اختها وبيوقعها على الارض بتروح تضربه، لما بيضربها هي كمان وبيوقعها على الارض، وبيتدخل كام في اللحظة ديت وبيتخانق معاه. بيكونوا الاتنين محترفين، هما بيتقاتلوا بتكون في بنت من الاتنين دول ماتوا، واختها بتزعل عليها جدا وبتقوم تضرب في المقاتل مع كام، ولكنها بتدي افضلية للمقاتل لان هو بيشتت كام وبيخليه بيتقاتل وبيحمي البنت في نفس الوقت. بتطلع البنت حاجة من جيبها زي آلة حادة تحدف على المقاتل، ولكنه بيضرب كام كذا مرة ورا بعض وبيهزمه وبيفقد كام الوعي. وبيلاقي المقاتل ابرة مخدرة في رقبة كام، وبيعرف ان هو معزهوش وان هو اغمى عليه، وبتكون الابرة ديت البنت اللي رمتها عليه، ولكنها اخطأت الهدف واصابت بيها كام. بعد كده بنشوف العصابة اللي خطفت الضابط مارك، والبنت بتدخل عليهم ترميهم بالابرة المخدرة كلهم. بتسأل الضابط مارك هم مين وقتلوا عمها ليه، ولكنه مش بيكون هو اللي قتل عمها، وبياخدها للمستشفى. وهناك بتعرف اللي قتل عمها شخص محترف جدا بسبب الضربات الثلاثة اللي على جسمه اللي مات بيهم. والشرطة بتوصل في الوقت دوت وبيلاقوا مارك اللي كانوا ملاحظين اختفائه من فترة وبيدوروا عليه. بعد كده كام بيفتكر حوار ليه مع جده وهو بيوعده ان هو يحمي الفيل بحياته، وبيفوق بيلاقي نفسه مربوط. وبيجي ال سي وبيقول له ان هو معجب جدا باللي بيعمله، ولكنه مش عايز يفضل فتى عايش في الريف، وبيعرض عليه ان هو يشتغل معاه وبيديله فلوس كتير جدا ونسوان كتير واكل كتير وكل حاجة كتير، ولكن كان بيرفض. وعلشان ال سي يقنعه بيجيب صديقه جوب قدامه بيقول له ان هو هيعد لحد 3، ولو كان مش موافق ولو كان ما وافقش ان هو يبقى معاه هيقتل صديقه. بيعد لحد 2، بس ابن الغدارة بيقتل جوب وبيقول لكام ان هو هيديله فرصة تانية، بيوري له الفيل بتاعه وهو مربوط وبيعذبهم هما الاتنين بالكهرباء. بعد كده ال سي بيكون مرقم المقاتلين بتوعه نحس الافضل، ويجيب الرقم 1 على حديدة متسخنة جامد ويكوي بيها كام علشان يبقى المقاتل رقم 1 بتاعه. كل المقاتلين اللي عنده مش بيعجبهم الكلام دوت، لان كده كان بقى المقاتل الافضل ورقم 1 فيهم. بعد كده بيبعتوا كام في مهمة بيهددوا له وحاول يتلاعب بيهم، او المهمة اللي هو هيعملها ديت فشلت. في 4 صواعق كهرباء متثبتين في رجل الفيل وساعتها هيقتلوه. ونشوف ساعتها الانتربول ومعاهم الضابط مارك بيقول له ضابط الانتربول ان هما بيدوروا على كام بعد لما عرفوا ان هو تلقى مبلغ كبير في حسابه البنكي، ومعاهم صور بيدير مؤسسة كبيرة لصالح الحكومة. في نفس الوقت بيموت ساتوشي وبيكونوا فاكرين ان هو اللي عليه الدور يموت، خصوصا بعد لما عرف بعد من رجالتهم شوية معلومات، لكن هما فقدوا الاتصال بيهم. وهم دلوقتي عايزين يمسكوا كام الاول ويعرفوا مين اللي هو شغال لحسابه. بعد كده بيوصل كام لفندق وبيكون بيدور على حد معين، بيضرب كل اللي بيجي في طريقه لحد لما بيوصل للشخص دوت وبياخده وبيطلع على السطح. توصل الانتربول في الوقت المناسب في المشهد اللي شفناه في اول الفيلم، كان بينط من فوق السطح وبيقطع جرافطه اللي لابسها الشخص دوت بالسكينه. بيعتقدوا ان هو مات ولكنه ما ماتش. بعد كده بنشوف كان بيوصل للشخص اللي بيراقبه اللي تبع ال سي، بيعرف منه ان ال سي كان هيقتله في الفندق حتى بعد لما ينفذ المهمه بتاعته. ولما بتوصل الانتربول للمكان بتلاقي الشخص دوت فاقد الوعي وبيكون كان مشى من المكان، ولكن بعد لما الانتربول بيمشوا بيفضل الضابط مارك وبيكون عمله انتهى معاهم. بيظهر كام وبيساعدوا الضابط مارك وبيشيلوا الجهاز اللي كانوا بيكهربوه بيه من ظهره، وكمان بيقول له ان هو هيساعده ان هو ينقذ الفيل. وبيقول له كام ان ال سي والعصابه بتاعته هينقلوا الفيل النهارده المكان اسمه فوكيت. بعد كده بيسمعوا في الاخبار ان الرئيس بتاع كاتا هيزور تايلاند النهارده بعد 10 سنين من الحرب بينهم في مكان اسمه فوكيت، وهيتم تقديم فيل من منطقه كانتا لحكومة تايلاندا كبادر لحسن النية. بيعرفوا كده ان الفيل بتاع كام هو اللي هيتقدم كهدية. بعد كده بيروح على منطقة فوكيت في تايلاندا، بيكون اللي سي قاعد مع اعضاء الحكومة هناك. وفي الوقت دوت بتوصل البنت قريبة ساتوشي وبيتواجهوا مع العصابة بتاعت اللي سي، وبيوصل كمان كام وبيضرب معاهم في العصابة. بتتواجه البنت مع نفس المقاتل اللي واجهته قبل كده، بتضربه بالإبرة، ولكنه بيكون عامل حسابه ولابس درع تحت الهدوم يحميه من الإبر المخدرة. ولكن البنت بتفاجئه وتولع في المكان باستخدام براميل البنزين ديت، بيغمى عليه من الضرب. كان بيكون بيضرب في 5 لوحده، بيعمل معاهم شويه حركات من بتاعه الكونج فو ديت، والمكان بيولع حواليه لدرجه ان هو بيخلي النار تمسك في رجله وبيستخدمها في القتال وبيخلص عليهم كلهم. بعد كده بيتقاتل مع المقاتل الشرس اللي كان بيتقاتل مع البنت من شويه. في نفس الوقت الاحتفال بره شغال. بعد لما بيخلص عليه بيبعت له ال سي مزيد من المقاتلين تانيين بيتقاتلوا في نفق سكه حديد. لما كان بيخلص عليهم بيجي له المقاتل الشرس وبيتقاتلوا مع بعض تاني للمرة ال10,000، وبيتقاتلوا بطريقة احترافية جدا. لما القطر بيجي بينزلوا تحته لحد لما يعدي، وبعدين بيكملوا قتال لحد لما كان بيخلص عليه خالص. وبعد كده كان بيجيله ال سي وبيقول له ان هو بقى مسبب له مشاكل كبيرة دلوقتي، وبيقول له ان الفيل بتاعه هيتحول لقنبلة. وفعلا بنشوف رجالة ال سي هم مركبين نابين مزيفين للفيل
في الاحتفال بيكونوا مزرعين قنابل في الانياب ديت. وبنرجع تاني لكام وال سي اللي بيتقاتلوا مع بعض، وبيكون ال سي مقاتل محترف جدا ومتفوق على كام في الاول، ولكن كان بيهزمه ويتفوق عليه. وبعدين بيتصل بالضابط مارك اللي بيكون في الاحتفال في فوكيت، بيبلغه ان في قنبله. ولما مارك بيحاول يحذر الحكومه بالقنبله، الامن بيمنعه من الدخول، فبيضطر ان هو يقول قدام كل الناس في الاحتفال ان في قنبله في المكان، والناس كلها بتمشي والمكان بيتحول لفوضى وبيتم اخلاء المكان بسرعه. ومارك وكان بيحاولوا ان هم يوقفوا القنبله، ولكن هم مش بيبقوا عارفين ازاي، وما بيرضاش يحركوا الانياب بتاعه الفيل علشان القنبله ما تنفجرش. في الوقت دوت بيوصل ال سي والمقاتل بتاعه بيتقاتلوا مع كام ومارك، وكان بيكون بيتقاتل وهو ماسك الانياب بتاعه الفيل مش راضي يسيبها علشان ما تنفجرش. والبنت اخيرا بتنجح ان هي تهزم المقاتل، تحدفه بالابره وكمان بتكسر له عظمه. وال سي بيدخل على كام ويضربه بعصايه ضخمه على راسه، لكنها بتتكسر من قوه كام. وبعدين بيجري ال سي على الفيل، فكان بيدي اشاره للفيل بيخليه يشب. بعد كده ال سي بيمسك في انياب الفيل، فكان بيضربه برجله وبيخليه يطير هو والانياب بتاعه الفيل، وبينفجر ال سي في الهواء. وكام والفيل بيقعوا في الميه، وبيطلع بعد الانفجار سليم هو والفيل. كده يكون خلص فيلمنا النهارده. طبعا ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع صفحه الفيسبوك واعمل لي فولو على انستجرام. كان معاكم محمد ابراهيم من قناه اسرع فيلم، انتظر رايكم في التعليقات. مع السلامه.